وليد، أليس أننا في شهر رمضان؟ لا ولكن أنا زائر ولا أطاق الصيام، ثم إننا وحدنا فقط ولا أحد يرانا. حب إنها شديد. ماذا تريدني أن أفطر في نهار رمضان؟ أتريد أن ماذا؟ إنها جريئة فلن يرانا أحد. ابدأ بالأكل فقط. إنها جميلة. ماذا تفعل يا محمد أمين؟ أن تأكل في نهار رمضان؟ ألا تخشى الله؟ لقد كنت لا تنسى أن الله يرانا ويراقب أفعالنا. ما الذي تقصدين يا معلمة؟ الصيام عبادة بين العبد وربه، فأنت عندما تصلي يراك الناس ويعلمون بأنك تصلي، وكذلك في الحج. أما الصيام فالله وحده الذي يعلم ويطلع عليه. صدقت يا معلمة، لقد أخطأت حينما سميت كلام وليد، فهو صديق سيء. الله تعالى يغفر الذنب ويقبل التوبة، ولكن عليك أن لا تعود لمثل هذا الفعل، كما ينبغي أن تحذر من الصفاء السوء الذين يصدون إلى أعدك يا معلمتي أن لا أفعل ذلك مرة أخرى. بارك الله فيك يا اللهم اغفر لي فإني تبت إليك مما فعلت ولن أعود إلى ذلك أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان البخاري ومسلم.